الا ما تفرجتيش في الماتش ديال الجيش الملكي واولمبيك اسفي فراه هادشي خصك تعرف. الجيش الملكي كيضيع فرصه ديال انه هو يقرب للرجاء في الصداره، واولمبيك اسفي كتضيع فرصه ديال انها تخرج من مراكز الهبوط. والا كانت عزالك البطوله وما كتقدرش تفرج كاع الماتشات ديالها فتابونا، راه كنحاول ندير ملخص لكل ماتش. الجيش دخل بواحد التشكيله شويه بيزار 4-4-2 غير معتاده مع جوج ديال المهاجمين، والقاعده تقول انه في بحال هاد الظروف هادو خاصك تضمن الماتش عاد تجرب، اللهم تجرب وانت رابح ولا تجرب في دوزيام ميطون وانت مضغوط، لانك باقي ما ضمنتيش الماتش وغادا تقلب على الرباح وانت مضغوط. ايه عارفين ان الجيش تابعها ماتش ديال الشامبيونز ليغ في الفينال وخاصها تحترم البطوله وتدافع على حظوظها، لان المنافسه هذا العام شديده بزاف. كنت كنحس ان خابه وبوريكا بجوج ما عارفينش راسهم شنو خصهم يديروا، شكون اللي مكلف بريمير بوطو، شكون اللي مكلف دوزيام بوطو، شكون اللي خصو يخرج ياخذ الكره، وشكون اللي خصو يدير لابيل في العمق. ومن بين الافكار اللي كانت الجيش كتحاول تطبقها مرارا هو ان سليم ايكارتي التيران ماكسيموم باش انس باش يدخل العمق ويولي مهاجم تالي. هاد الفكره ما كنشوفهاش غير مع الجيش، شفناها مع العملود في الراجح حتى هي. حريمات اللي شفتو انا اليوم بحال بوست شويه مغير او الوظائف شويه مغيره، هذاك الشيء اللي معتادين عليه. اول حاجه ما بقاش مسؤول على استلام الكره من عند الدفاع، وكان ايتون خان هو المسؤول الاول على نقل الكره. اما نيش حريمات كيطلب الكره في مركز مهاجم وفي الجناح الايمن وفي الجناح الايسر، سي فري كيأدي جميع الوظائف بطريقه مزيانه، ولكن نتكيسوا على السيد. وراه حريمات اللي كنشوفوا مع الجيش ما عنده حتى علاقه مع اللي شفنا مع المنتخب، لانه فريمون ما كيلعبوش نفس البوست. او يا اما كاينه فكره انه يتحول لاعب رقم 10 لانه شفتو بزاف كيتحرك في هذيك المنطقه. في الجهه الاخرى اولمبيك اسفي دخلت واحد الخطه غريبه شي شويه، عرفتها 3-4-3 ما عرفتها 3-5-2، وشخصيا انا كنقول ان هاد الخطط ما كيصلحوش لينا. في المغرب عندنا التكوين ديال 4-3-3 4-4-2 على ريغور، لي فارياسيون ديالو ديال 4-2-3-1 و4-1-4-1، ولكن دائما ما كيكون عندنا صعوبه في التمركز فاش كنلعبوا ب 3-4-3 و 3-5-2. الشيء هاد 3-4-3 و 3-5-2 والله ما مديورين لينا حنا في البطوله. اولمبيك اسفي ما عمرهم كانوا خايبين، واخا انهم كيحتلوا الصفوف الاخيره في البطوله، لكن غير الكره ما مشاتش معاهم. خلا واحد حمزه صاحبي بحال قلت لي البطوله خرجت لهم من خاطرهم فاش لعبوا الكونفدراليه، وباش كيعجبوني انهم كيلعبوا على امكانياتهم اللي هما جوج الافكار كانوا كيتعاودوا براتيكمون الوقت كامل. الكره ديال الحمياني اللي كيلعبها الكوني مباشره عاد كيتم توزيع الكره جهه الراحولي، والفكره الثانيه هي خروج الراحولي باش 4 ديال اللاعبين يولوا فاصل البوطو ديال الجيش. واحد الوقيته في الماتش ما بقيتش عارف كيفاش واقفه الجيش مع كيفاش واقفه اس نو، فريمون كانت بزاف ديال الروينه. ديك الروينه خلاتنا نشوفوا 4-5 ديال اللاعبين ديال اولمبيك اسفي قدام بوطو ديال الجيش، وهذا الشيء نتج عليه 5 ديال لي زوكازيون في بريمير ميطا خطير. هذا الماتش كيزيد يلون الترتيب في الصداره وحتى في مراكز الهبوط، وكيعطينا خريطه جديده كتبدل من جوله لجوله.